عاجل: رعب داخل مدرسة بتركيا، طالب يطلق النار ويخلف قتلى وجرحى في كهرمان مرعش. شهدت كهرمان مرعش حادثاً خطيراً داخل مدرسة بمنطقة أونيكيشبات بعدما أقدم تلميذ على إطلاق النار داخل فصول الدراسة. الهجوم أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين وسط حالة من الهلع داخل المؤسسة التعليمية. في لحظة غادرة تحول هذا المكان الآمن إلى كابوس يثير الرعب في قلوب العالم بأسره. تفاصيل صادمة ومشاهد تحبس الأنفاس. ما سأعرضه عليكم الآن ليس مشهداً من فيلم سينمائي، بل هو الواقع المرير الذي هز مدينة قهرمان مرعش التركية. ابقوا معنا لنكشف لكم المستور وما وراء الكواليس في كارثة المدرسة التي لم يتوقعها أحد. فيديو مسرب يظهر الطالب الجاني وسط زملائه يبتسم ويحتفل في جو من المرح. لم يكن أحد يتخيل أن تلك اليد التي كانت تطفئ شموع الفرح ستضغط بعد أيام قليلة على زناد الغدر لتحصد الأرواح. في لحظة جنون وفي وضح النهار اقتحم الطالب مدرسته وبدأ بالإطلاق النار بشكل عشوائي. السر الذي أخفاه الجميع هو كيف استطاع هذا المراهق التخطيط لهذه الجريمة النكراء، وكيف دخل السلاح إلى حرم تعليمي يفترض أنه آمن. البداية كانت هادئة، لكن العاصفة كانت تختبئ خلف الجدران. في 15 من أبريل لعام 2026 اهتزت أركان المدرسة على وقع طلقات رصاص لم تتوقف. السر الذي أخفاه الجميع هو كيف استطاع طالب أن يحول حقيبته المدرسية إلى مخزن للسلاح، وكيف خطط لهذه الجريمة النكراء بدم بارد. حقيقة ما جرى تتجاوز كل التوقعات. لقطات تقشعر لها الأبدان تظهر طلاباً في عمر الزهور وهم يلقون بأنفسهم من نوافذ الطوابق العليا، يفضلون خطر الموت قفزاً على مواجهة رصاص زميلهم المنفلت في الممرات. الحصيلة حتى هذه اللحظة مفجعة: 9 وفيات، من بينهم معلم ضحى بحياته ليفتدي تلاميذه، بالإضافة إلى عشرات الجرحى الذين يصارعون الموت في المستشفيات. لقد تحولت ساحة المدرسة إلى ثكنة عسكرية وسط صرخات استغاثة لا تنتهي، في مشهد سيبقى محفوراً في ذاكرة كل من رآه. هذه الكارثة تفتح الباب لتساؤلات مخيفة: من المسؤول الحقيقي عما حدث؟ هل هو الإهمال في الرقابة الأمنية، أم أن هناك ضغوطاً نفسية خفية صنعت من هذا الطالب وحشاً قاتلاً؟ لقد كشف هذا الحادث المستور عن فجوة أمنية ونفسية مرعبة تهدد حياة أبنائنا. والآن أنتم يا من تشاهدوننا، هل تعتقدون أن الحل يكمن في تجديد الحراسة العسكرية على المدارس، أم أن الخلل يبدأ من التربية والمنزل؟ اكتبوا لنا آراءكم بكل صراحة في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لنستمر في كشف الحقائق وراء كل ما يشغل الرأي العام.